بسم الله وعلى بركة الله، ويلا بينا نبدأ القصة. أنا نور، ضحية الفيسبوك، من عيلة بسيطة، طالبة جامعية. القصة اللي أنا بحكيها لكم دي حصلت معايا في أول سنة ليا في الجامعة. أنا كنت بنت محبوبة واجتماعية، وكان ليا صحاب كتير، بنات وشباب. بس كان في شاب كنت بتلاشى الكلام معاه، مش عشان هو وحش، بس كنت بحس بتوتر لما بشوفه. بس بعد فترة بدأت أسمع إنه بيقول عني إني مغرورة ومتكبرة، وإني بدور على العلاقات والحب باستمرار. وبعد كام يوم تاني بدأ ينشر ليا صور على الفيسبوك وتحتها عبارات مسيئة ليا. لما عرفت ده اتصدمت وما صدقتش إنه يقصدني أنا بالكلام ده، بس لما شفت صوري صدقت إنه يقصدني أنا بالكلام ده. قضيت ليلة في سريري وحيدة، ودموعي مش مفرقاني، ومش عارفة اتصرف ازاي. لما قمت من نومي لبست هدومي ورحت الجامعة، وقررت في وقتها اني اواجهه. بصيت في عينيه وانا بحبس دموعي وبحاول ابين اني قوية. قلتله اني مش هسامحه ابدا على افعاله، وانت فهمتني غلط. كان المفروض تعرفني كويس الاول وبعدين تحكم عليا، لاني مجرد بنت في اولى جامعة، وعفويتي وصداقتي مع الكل مش بالضرورة اني بدور على الحب والعلاقات زي ما انت بتقول. بص في الارض وقال لي سامحيني، انا غلطت في حقك. وقال لي انه بيحبني من وقت طويل، بس انا كنت بضحك مع الكل ومتجاهلاه. سامحيني مرة تانية، واوعدك اني مش هضايقك مرة تانية، ولكن بنصحك انك تنتبهي لتصرفاتك، لان في ناس كتير هتفهمك غلط، وهتلاقيهم بيهاجموكي زي ما حصل مني. اقتنعت بكلامه جدا، ومن يومها وانا بنتبه لتصرفاتي وعلاقاتي. وده كان اخر حوار حصل ما بيننا. كنا بنراقب بعض من بعيد لبعيد، وخلصت فترة الدراسة الجامعية، واحمد بدأ يدور على شغل في اسرع وقت علشان يجي يخطبني من اهلي. وفضلت مستنياه فترة، وكنت برفض كل عريس بيتقدملي، لاني كنت متأكدة من حبه ليا وانه شخص كويس ومش هلاقي احسن منه. وفعلا اتقدمني، وكنت معجبة جدا باخلاقه وافعاله. وافقت على طول وعملنا فرح، وفعلا كان اسعد يوم في حياتي. لحد هنا انتهت القصة. استناكم في قصة جديدة.